السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة حلقة لسام فاكنين. سام فاكنين النهاردة هيكلمنا عن الهوفرنج، بس من وجهة نظره هو كنرجسي. بيقولك ايه؟ بيقولك ان النرجسي عملك ديفالويشن، يعني تقليل قيمة، رغم انك مصدره الاول والاساسي للوقود. طب لما مش بيكون عنده مصدر جديد للوقود، مش قادر يعمل نيو سبلاي جديدة، بيعمل ايه؟ بيعمل اعادة تدوير للمصدر اللي عمل له قبل كده ديفالويشن او ديسكارد ورماه، اللي هو حضرتك طبعا. حتى لو هو عارف انك مصدر مش جيد للوقود بالنسبة له، ومش هيخرج منك غير بقدر ضئيل جدا من الوقود. يعني انتي مثلا بقيتي بتردي عليه، بقيتي بتنتقديه، بقيتي مش مبهورة بيه زي الأول، بقيتي مش بتلحقيه وبتتصلي بيه كل شوية ومحسساه ان انتي يعني هتموتي عليه والدنيا واقفة من غيره. كل ده انتي بطلتيه، بس مع ذلك هو لسه بيعرف يطلع منك شوية صغيرين من الوقود، بيعرف يستفزك، بيعرف يطلعك عن شعورك، بيعرف يخليكي تبكي، بيعرف ينرفزك ويخليكي تنهاري. طبعا انت عارفة ان ده هو الوقود السلبي اللي هو بيحبه. يبقى يرجع يعمل لك هوفرنج ويرجعك تاني مصدر من مصادر الامداد للوقود النرجسي بالنسبة له، بعد ما عملك الديسكارد او الالقاء والتخلي ورماكي واهملك تماما. لما تخلى عنك وعملك ديسكارد، كان لانك بقيتي مصدر مش قد كده، مصدر ذو جودة منخفضة، مصدر ناقص، مصدر عدائي، بقيتي بتهاجميه. لكن هيعمل ايه؟ لازم يتراجع عن الديسكارد اللي عملهولك، لانه مش لاقي نيو سبلاي. بس ده طبعا من غير ما يعترف انه غلطان، من غير ما يعتذر ولا يتأسف ولا يقولك حقك عليا ولا اي حاجة. طبعا لازم طبعا يحافظ على شعوره بالعظمة وشعوره بالألوهية. فبيقول لنفسه ايه بقى ساعتها وهو عايز يرجعك تاني إن مصدر للوقود بالنسبة له؟ بيقول لنفسه ايه؟ اسمعوا بقى حديث النفس اللي بيحصل جواه. انا سبتها لانها بتعاملني بشكل سيء، بتسيء معاملتي. ده لما يكون عايز يرجعها، او يعني يعمل لها الديسكارد. لكن لما يكون عايز يرجعها مثالية تاني بقى، يرجعها لمرحلة المثالية، يقول ايه؟ يمكن اساءت ليا لكن قصدها كان كويس، بغض النظر عن الطريقة اللي هي اتصرفت بيها معايا، لكن عندها حسن نية. لما عملك الديسكارد كان بيقول لنفسه ايه؟ انا ذكي جدا ومش ممكن استمر مع واحدة غبية زي دي. لما يرجع تاني ويعايزك في مرحلة المثالية، عايزك انت تاني ويرجعك تاني مصدر الوقود، يقول ايه؟ يمكن تكون غبية فعلا، وهو ده اللي بيخليها مصدر جيد للوقود. شفتوا بيقول لنفسه ايه عليكي؟ شفتوا شايفك ازاي؟ كأنك كورة بيلعب بيها، وقت ما يشوطها يشوطها ووقت ما يرجعها يرجعها. لو انت اتعملك ديسكارد وبيحاول النرجسي يعملك هوفرنج، اوعي تتأثري. تغلبي على احساسك بيه، تغلبي على انه ممكن يكون معسول الكلام او بيتقرب منك جسديا، او بيحاول يفكر فيكي او يفكرك بايامكم اللي فاتت قد ايه كانت حلوة، خروجه خرجتوها سوا، ايام قضيتوها في جو جميل، في مصيف او في حتة كويسة. بيحاول يفكرك بالكلام ده كله، بيحاول يغريكي بالكلام ده كله، يعمل لك مفاجأة، يجيب لك هدية، يحجز لك سفرية. حاولي تتغلبي على المشاعر دي ببساطة. ببساطة تجاهليها، ما تهتميش أصلا باللي هو بيقوله أو بيعمله. حسسيه إن اللي انت يعني اوكي، كله كويس، كله عادي، كده عادي، كده عادي، ما عادش في حاجة بتبسطني ولا عاد في حاجة بتفرحني ولا عاد في حاجة بتزعلني، كله عادي.
ما تهتميش بانك تردي عليه اصلا باي شكل من الاشكال ده، لو انتوا منفصلين او قطعتوا العلاقات، او انتوا لسه اصلا من البداية ما ارتبطتوش، يعني مجرد كلام بينكوا ما انتيش زوجته. لما يجيب لك هدية ما تفتحيهاش، رجعيها له من غير ما تفتحيها، ده طبعا لما يكون برضو انتي لسه مش زوجته. اوعي تفتكري ان النرجسي بقى رومانسي وندم على اللي عمله معاكي، هو بس خايف انه يفقدك كمصدر من مصادر الوقود بتاعته. ده ترجمة فيديو سام فاكنين. طبعا كل اللي هو بيقوله ده ممكن ينفع ويبقى كويس قوي قوي بالنسبة لهم، بالنسبة لهم هم يعني في الغرب، ان العلاقات بينهم بتبقى مش علاقات رسمية، ممكن يعرف واحدة ويعيش معاها من غير ما يتجوزها ويسيبها، او هي تسيبه وتروح تعيش مع واحد غيره. الكلام اللي احنا عارفينه بقى عن الغرب ده كله، اللي هو مش من عاداتنا ولا تقاليدنا ولا يعني ثقافتنا ولا الكلام ده كله. طب لو انت زوجته وهو بيحاول يعمل معاك الهوفرينج ده وانت شايفة، اهو ادينا انا قلتلك اهو، هو شايفك ازاي، هو بيفكر فيكي على انك ايه. تمام. خليني انا بقى اذكى منه. لو انا مستمرة في العلاقة وما عنديش اي قرار ولا اي اختيار تاني غير ان انا اكمل في العلاقة، يبقى هتلاعب انا بيه وهبان قدامه ان انا استسلمت للهوفرينج، ان انا تمام متقبلة الهوفرينج. كل ده علشان اطلع من وراه بالاحتياجات المادية اللي انا عايزاها. فلنفرض مثلا ان انا عايزة منه فلوس، عايزة منه خروجة زي اللي هو هيفسحني فيها ديت عشان الاولاد يخرجوا ويرفعوا عن نفسهم شوية، عايزة منه مصاريف، عايزة منه اي حاجة. فهتلاعب بيه وهعرفه ان انا مستسلمة للهوفرنج بتاعه ومتقبلاه وتمام وزي الفل. حلو قوي اللي انت بتقوله يا عم الحاج، مفيش مشكلة. طيب، لكن لو انت خلاص انهيتي العلاقة، لو انت خلاص ما عادش فيه اي علاقة بينك وبين النرجسي، يبقى ما تستسلميش للهوفرنج ده ابدا. يبقى ما ترديش عليه اصلا، يبقى البلوك يتعمل على طول. ما فيش اي رسائل تتبعت لك من ناحيته، ولا انه يشوف ان انت بتقري رسايله وما بترديش ولا الكلام ده كله. نو كونتاكت، يبقى نو كونتاكت. خلاص انت خدتي قرار ان انت تبعدي عن النرجسي وما تعيشيش معاه تاني وما تبقيش في دايرته تاني، انتهى. اوعي تتأثري بأي هوفرنج يعملهولك بأي شكل من الأشكال، لا هدايا ولا كلام ولا ذكريات ولا إنه مثلا يحتك بالأولاد، ولا إنه يقول لهم عايزة أقابلكوا علشان أنت تضطري تنزلي معاهم. كل الكلام دوت تجنبيه، تجنبيه تماما. حاولوا بقدر الإمكان. يعني أنا عارفة إن كل حالة بتكون ليها ظروفها وليها ملابساتها ومش كلنا زي بعض والكلام ده كله، بس أنا حبيت أوريكي النرجسي شايفك أنتي إزاي وهو بيعملك الهوفرينج. مش ندمان، مش حابب مثلا انه يرجع لجو الأسرة وجو الحب والتفاهم في البيت كل ده ما يهموش. كل ده هو ما بيبصلوش، هو بيبص بس لانك مصدر من مصادر الوقود وهو ما عندوش مصدر وقود. عارفين كده لما يكون عندك مثلا آلة في المطبخ كويسة جدا وكانت شغالة حلوة قوي 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 وباظت، كبة المطبخ مثلا، الكبة اللي عندك باظت او ما عادتش بتديكي الاداء الكفاءة العالية اللي كانت بتديهولك في الاول، بس انتي مضطرة ان انتي تستعمليها. ليه؟ لان ما عندكيش فلوس تجيبي واحدة جديدة، ما معكيش تجيبي جديد. هو نفس الكلام، مضطر انه يفضل معاكي، مضطر انه يسايسك ويحركك كده ويحركك كده علشان تديله اداء. ايا كان الاداء ده ايه بقى مش مشكلة، المهم ان هو ما عندوش نيو سبلاي جديدة، ما عندوش كبة جديدة. فهمتيني؟ يا رب اكون قدرت اوصل لكم النقطة اللي سام فاكنين عايز يقولها لك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو لايك وشير،
ولو لسه مش مشتركة في القناة اشتركي واتمنى تنتمي لأسرتنا الجميلة، واشوفكم الحلقة الجاية.